تؤمن الجزائر بأن التضامن الدولي يجب أن يكون فعليا، ولذلك قامت الجزائر أولا بإلغاء ما يفوق 1500 مليون دولار أمريكي من الديون لتخفيف الأعباء المالية على بعض الدول. كما قامت الجزائر بتقديم مساهمات مالية مباشرة في شكل منح لفائدة الدول الأكثر هشاشة عبر المؤسسات المالية الدولية. وأخيرا أنشأت الجزائر وكالة وطنية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، ميزانيتها قد ما يفوق مليار دولار أمريكي لدعم المشاريع التنمية خاصة في إفريقيا. هذا وزير المالية الجزائري عبد الكريم بوزرد. في الأمم المتحدة أعلن وبكل فخر واعتزاز أن الجزائر أسقطت 1500 مليون دولار من ديون الدول الإفريقية وقدمت منحا مالية كبيرة، ولكنها خانتنا وسحبت الاعتراف ديالها بالبوليزاريو. 500 مليون دولار أمريكي، أي مليار ونص ديال المليار ديال الدولار. هاد السخاء الكرغولي على حساب الوزير كان قال لك دعم للتنمية الإفريقية، والتنمية اللي كيقصد ما كانش سبيطارات ولا مدارس، لا 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 لا، بل كانت تنمية للاعتراف بتنظيم البوليزاريو الانفصالي وشراء الدمم لتقسيم المغرب. قال لك الجزائر قدمت مساعدة للدول أكثر هشاشة. واش السي الوزير كاينه شي هشاشة أكثر من هذه؟ تبون يا وزير المالية، هادو 5 اللي ماتوا اليوم في بوغزول بحاجة إلى تضامن. يعني هادو راهم بحاجة إلى تجهيزات، هما وغيرهم العمال بحاجة إلى تجهيزات من أجل حماية أنفسهم. أنا بالمناسبة الآن نوجه نداء إلى عمال ولاية المدية وخاصة هذه بوغزول تاع النظافة، نقول لهم توقفوا عن العمل، ديروا إضراب، توقفوا عن العمل، ديروا إضراب عن العمل بعد موت 5 أصحابكم، ما تستنوش حتى تموتوا انتم ثاني. وقفوا العمل، إضراب عن العمل لحين توفير كل وسائل الأمن والسلامة. لازم يكون عندكم تأمين، أولا لاسيرونس، إذا كان ما عندكمش لازم تكون عندكم، وأنا شاك بلي ما عندهمش، هذو مساكن لاسيرونس، هذو خدامين دي فاكاتير، خدامين تاع شهرين 3 شهور وطبع، معناتها ممكن حتى التأمين ما عندهمش. لازم تأمين صحي، هذا ضروري، ولازم يكون عندكم وسائل الأمن والسلامة. أنا الآن نوجه نداء إلى العمال شركة التطهير هذا النظافة في المدية في بوغزول وفي ولاية المدية، نقول لهم حبسوا العمل، ما تموتوش كما ماتوا أصحابكم في الزيغو، ما تموتوش كما ماتوا أصحابكم في الزيغو. لازم لكم شروط الأمن والسلامة. لماذا؟ لأنه وزير المالية يقول بلنا نتبرعوا بمليار و500 مليون دولار. مليار و500 مليون دولار راكم عارفين واش ديروا؟ مش عارفين. مليار و500 مليون دولار راكم عارفين واش ديروا؟ مش عارفين. راهي تبني مدن، بوغزول تتبنى. دينو البنك الافريقي هادو راهم يبحرونا في البالون، راهم يوميا ينهبوا ملايين دولارات راهم يهربوهم من الخارج. انا نحكي لك على العاصمه فقر مدقع، القمع، لا بنيه تحتيه، لا هياكل قاعديه، لا مراكز ثقافيه، ما كاين والو، كاين غير دوله بوحبكه، صحاب اللحيه، ابو الارقم، ابو شكوبي، فهمتي؟ رانا عايشين في واحد الوضعيه البؤساء، الراقدون يومين استنى صديقي، أذكرك في الجزائر. راني في الجزائر، أنا ما عرفتينيش، أنا آمين اللي ما نطلع معاك تقولي لي بالك على روحك، ما تخافيش عليا، أنا أنونيم، أنا أكثر منهم، أنا وين يبانوا هادو الأوباش، فهمتي؟ صافا ماريا؟ لاباس صديقي لاباس، الله يحسن العون. يعني إذا كنت في الجزائر شوية أنا الموضوع يقلقني. لا أسمعي، أنا عندي 3 سنين وأنا في لي ريزو، وأنا نقاوم في النظام هذا الفاسد. هذا من الاخر، هذا النظام الفاسد القمعي الديكتاتوري لازم نحوه. جميع واحد حر، راجل جزائري حر ومراه حره، لازم هذا النظام نحوه. هذا النظام ولا يشكل خطر علينا من الاخر، هذا النظام ولا يشكل علينا خطر على الامه الجزائريه، ولا يشكل علينا خطر كشعب كامه كبلاد. هذا ماشي نظام، هذا النظام هو مجوعنا، راهو قهرنا. قلت لك انا في حومتي برك، حومتي وين نسكن 85 ديسباري، حومتي ماشي البلديه وين نسكن، حومتي. زادوا هجموا علينا، بناونا ربها كاع جوامع،
كانت حومتي منطقه سياحيه، انا نسكن في لي طوره، كانوا عندنا لي بار لي ما ريستورون. تعطيش لي ديتاي، ما تعطيش التفاصيل صديقي، ما عرفتش تفاصيل. المهم رجعوها كامل الجوامع. اقسم بالله ما عندنا لوزين في الحومه وين نخدموا، عندنا غير التوتشنا والصاروخ والبيضه، وعندنا لابوليس نهار كامل هما مدخلوا ومخرجوا، لجان تاوعنا كامل مهابل، كامل هبلوا. سمعتي؟ الطرق تاوعنا رايبين، الماء ما كاش، يطلقوا لنا الماء على 7 تاع الصباح يروح على الوحده. سمعتي؟ رانا عايشين واحد الظروف، واحد القمع، ويزيد يخرج لك الوزير الاول